الأولين والآخرين صلى الله عليه وحبيب وسلم. رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. أما بعد، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرسالة: ما عرضت لأحد من خلق الله نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الهدى إليها. ما عرضت لأحد من خلق الله نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الهدى إليها. كتاب العزيز، كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن فهم القرآن وتفسير القرآن، التفسير الصحيح وتفسير القرآن بالقرآن. وأنا صغير كنت أظن أن هذا شيء يسير، مثل كثير من الآن إخوة، قرآن وسنة قرآن وسنة. تفسير القرآن بالذات من أصعب الأشياء، يحتاج إلى علوم كثيرة كسبية معروفة، اللغة والصرف والنحو والبلاغة وكذا، وعلم وهبي. هذا منحة من الله سبحانه وتعالى، كما قال السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن: علم الموهبة، هذا يلقى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيء صعب جدا التفسير الصحيح. عرضت قضية المولد النبوي، والحقيقة أنا منذ سنوات طويلة سكت عن قضية الجدل حول هذا. في ناس تشتغل بالدفاع عن المولد وآخرون يردون عن المولد، وبعدين يشغلون الشهر كلياته بالقيل والقال. هذه دافع والثاني ردين، بعدين خلونا نشتغل. ما عجبك وناس المولد طيحنا، وانت تشتغل اشتغل بالمولد. بينا أدلة من زمان وانتهى الأمر. يعني من كان يبحث عن الحقيقة يصل إليها. لكن سبحان الله، تأملات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أين الإشارة إلى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى؟ ونريد الإشارة القريبة ليست الإشارة البعيدة. الإشارة البعيدة ربما يقول هذا تكلف. الإنسان يقول الإنسان هذا تكلف، يعني أنت إيش تفترض إشارات صوفية غارقة يفهمها الأولياء ولا يفهمها عامة الناس. لا، نريد إشارات مباشرة. وجدنا سيدنا يحيى يقول الله سبحانه وتعالى عنه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولد إذا الولادة، والسلام عند الولادة. ويقول على لسان سيدنا عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وجدنا الصالحين وخاصة عند الولادة يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا رسول الله. السلام إذا في ارتباط بين السلام على الأنبياء، هذا من القرآن، وبين ولادتهم. فهذه إشارة خفية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليست خفية بل هي واضحة. عمر النبي عليه الصلاة والسلام أقسم الله تعالى به: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طيب متى يبدأ عمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أول يوم. إذا هذا جزء من شيء عظيم أقسم به العظيم. إذا مولده عظيم لأنه أقسم به العظيم سبحانه وتعالى. ومثل هذا الحقيقة، يعني الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل الآيات التي جاءت من الله تعالى عن رسوله أو خطابا لرسوله عليه الصلاة والسلام، يذوب يمحي أمام عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. بس الإنسان يكون له ذوق عربي سليم، أو درس العلوم، البيان والبديع والبلاغة وعلم المعاني، ورأى كيف الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام. أشياء كثيرة، أشياء معلومة لديكم أو لدى أكثركم. يعني يرسله آخرا ويذكره أولا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء سادة الأنبياء.
أولو العزم، يعني أرسله بعدهم وذكره قبلهم. الله. حتى قال العلماء أنه ولا مرة قال له يا محمد، ولا مرة، مع أنه خاطب الأنبياء جميعا بهذا، الرب يخاطب عبده كيف شاء. يا عيسى أنت قلت، يا يحيى خذ الكتاب، يا زكريا إنا نبشرك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهكذا. بالنسبة لسيدنا عليه الصلاة والسلام ولا مرة قال له يا محمد أبدا. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. مرة واحدة أو مرتين. مرة قال حينما أخبر عنه محمد رسول الله، يعني من هو ما هويته هو رسول الله، إذا هذا يعرف به. والمرة الثانية حينما كانت قضية ختم النبوة والبشرى من سيدنا عيسى سيدنا أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقط في هاتين المرتين ذكره باسمه للتعريف وليس للخطاب. ولذلك حينما تخاطب إنسانا باسمه يعني هذا جائز ليس ممنوعا، ولكن في عرفنا ونحن العرب بالذات وحتى كثير من الأمم غير العرب يعني ليس هذا من الأدب. الأمم الإسلامية ليس من الأدب أن تقول الإنسان يا فلان، بينما رأينا في الغرب الشخص يقول لأبيه يا فلان، نادي أباه باسمه. لا، عندنا هذا يعني الأدب الله تعالى يعلمنا إياه في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، في خطاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، سيدي عمر بن الفارض نظم بيتا من الشعر، قصيدة مشهورة التي يقول فيها: لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسف. المهم يقول فيها: وعلى تفنن واصفيه بمدحه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. وذاك لما قال هذا البيت رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنت من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان، يعني إلى قبيلتي. قال: لا، أنت مني. الله، أنت مني. يعني فرح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام. وكان خلع على زهير جبته الشريفة عليه الصلاة والسلام. يعني كان يعجبه هذا المديح يعني عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يعرفون قدره العظيم عليه الصلاة والسلام. فإذا لماذا أنت مني هنا؟ وعلى تفنن واصفيه بمدحه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. من الصباح المساء وكل الشعراء وكل الناس وكل الدنيا يمدحون، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فوق ذلك. ولذلك قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم. فجانب سيدنا رسول الله، تعظيم سيدنا رسول الله، مولد الأنبياء قاطبة وسيدهم عليه الصلاة والسلام، هناك إشارات في كتاب الله إلى مثل هذا. حتى وجدت شيء آخر غريب، وهو القرآن ليس شعرا، في كل مواضيع ليس شعرا. حينما جاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو ليس شعر، جاءت منظومة على البحر الكامل: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فجاء الشعراء يقول: حتى تنالوا الجنة ونعيما، فجعلوها في الموارد. هذا ايش السر يعني؟ في شيء حاجة عجيبة غريبة يعني كأن هذا مهيأ يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله تعالى مجزوء، يعني شطر كامل على البحر كامل في مدح في ذكر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في شيء غريب يعني هكذا أهل الذوق وأهل المعرفة ينتبهون إلى هذا. أما أهل البلاد هو بليد أصلا غبي بس في طبقات ما يستوي يفهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني سبحان الله لفت انتباهي أثناء القصائد المباركة اللي قرأها السادة الفضلاء قبل أن نأتي. الله، البوصيري رحمه الله. ايش قصة البوصيري؟ ايش ما قصته؟ هنا وقفة مع جانب آخر ليس النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أثر من آثار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى دائما، وهو وراثة النبوة. الوارث النبوي، الوارث المحمدي الذي يرث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والحقيقة والحال والقال
طبعا ليس صار نبي، لا إنما هو ورث. هذا البوصيري إيش قصته؟ شاعر من شعراء البلاط، قصور، يمدح الملوك ويحصل جوائز وكذا. هو يشير إلى هذا في آخر البردة: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. قطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم. الله. إيش قصة البوصيري هذا؟ واحد من الشعراء مبدع، عنده علم طبعا، هو كان عالما يعني كاتب، الكتاب يدرسون اللغة ويدرسون العلوم في الزمان الماضي، وأيضا كان يمدح الشعراء ويمدح الملوك ويحصل ما يشاء الله تعالى. والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الزمان في ذلك العصر هو سيدي أبو العباس المرسي. أبو العباس المرسي كان في مدينة الإسكندرية، وكان في ثغر الإسكندرية. ما معنى ثغر؟ ثغر كما تعلمون هي منطقة يتوقع دخول العدو من خلالها. السادة الصوفية كانوا يرابطون فيها، يسمونها الثغور. سمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فقالوا تعالوا نجمع بين الاثنين، في النهار عمل ورباط في سبيل، وفي الليل عبادة. ولذلك هذه رباط الإسكندرية عجيب، يعني ربنا أكرمني به مرارا، كله أولياء. تدخل غرفة مثل حجم الغرفة فيها 40 وليا كلهم اسم محمد، أولياء 40 كلهم محمد في مكان واحد. تمشي مرتين تلاقي من؟ سيدي أبو العباس المرسي. بعد شوي أيضا يعني كل مثلث ما يتجاوز 50 متر، مو أكثر من 50 متر. مكين الدين الأسمر شيخ القراء في الإسكندرية، هذا يقول كان يشتغل خياط، كان يعمل خياطا، وكان يحاسب نفسه على مستوى الكلمة، فكان يعد كلامه كم كان مشان يحاسب بالليل، عنده واقع حسابات هذا كم كلمة تكلمت، هل هي في طاعة أو هي في معصية. شيء عجيب يعني، من إخوان القراء يعلمون. ابن الجزري ترجمه في طبقات القراء، وذكر في كرامات هذا مكي الدين الأسمر قال: يقول وقع في نفسي أن غريبا يطلبني. شوف لازم كتب على الأولياء، هذا عند ابن الجزري، أن غريبا يطلبني في الجامع الكبير، فذهبت فوجدت غريبا جاء من الأندلس. ما أنت؟ قال: والله أمرت أن أذهب إلى اسكندرية لتقرأ علي القرآن. واحد شيخ يؤمر نذهب فلان يقرأ عليه، يجي من الأندلس حتى يقرأ عليه. شوف شلون يقول: فجلست، وهكذا الرواية ذكرها ابن الجزري ورواية عجيبة، يقول: فجلست أقرأ عليه من غروب الشمس حتى شروقها فأتم الختم كاملا. بالرواية هو الإجازة، إجازة من القرآن الكريم، وإجازة إتقان في جلسة واحدة. طبعا بركة في الوقت لا محال. هذه الكوكبة من الأولياء كان على رأسها سيدي أبو العباس المرسي. فيقولون طبعا هو وارث النبوة، ويقول: لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لما عددت نفسي من المسلمين. لحظة واحدة، لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة ما عددت نفسي من المسلمين. واحد من أولاده قال: يا أبتي، نصبوا اليوم تاج الدين بن عطاء الله السكندري نقيبا على فقهاء الإسكندرية. ابن عطاء الله السكندري آنذاك عالم من كبار العلماء ولم يكن صوفيا، ما كان له الطريق. فقال أبو العباس المرسي: قال: وأنا أجعله نقيبا للصوفية، وأنا أجعله نقيبا للصوفية. هو أبو العباس يقول: ليس الشأن أن تسلك 1000 فقير، إنما الشأن أن تسلك فقيها واحد. فقيه واحد تسلكه أمة. فقال هذا صار نقيب الفقهاء، قال: وأنا أجعله نقيب الصوفية. فعاودت له الزيارة وكأنه كان يختبر سيدي أبو العباس المرسي، فصار يسأله فيجيب بجواب، ثم بجواب ثاني،
وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وكله حق. يقول فأيقنت أن هذا الرجل يغترف من بحار علوم الله تعالى. هذا ليس على البشر، هذا في إلهام من الله، هذا ليس موجودا في الكتب. ثم بعد ذلك التزم معه. فالعلماء في ذلك العصر يقولون لأبي العباس المرسي كان له مريدان، خلع على أحدهما لباس الشعر وعلى الثاني لباس النثر. على أبي العباس المرسي جعله المتكلم بلسان الصالحين في كل عصر وحين، ولذلك لسان الصوفية هو ابن عبد الله السكندري، الحكم العطائية وتاج العروس ولطائف المنن، هو جعل الله تعالى كلامه حكما، حتى قيل لو جازت الصلاة بغير القرآن لجازت بحكم ابن عبد الله السكندري، وشروحها لا تعد. سيدي أحمد الزروق وحده له أكثر من 30 شرحا، هذا عالم واحد له أكثر من 30 شرح لكتاب واحد. والبوصيري اللي كان شاعر بلاط وشاعر قصر صار أشهر شاعر في الأمة الإسلامية، وصار في كل مجالس الصالحين والأولياء تطلق قصائده. طبعا قرأتم أنتم شيء من البردة له الهمزية اللي ب 400 بيت، كان شيخنا الشيخ البوطي رحمه الله يقول هي أجمل من البردة، ولكن الناس لا يعرفون، الناس اعتادوا على البردة، هي حقيقة جميلة بس بطولها بسبب طولها 400 بيت طويلة، لكن حقيقة في غاية الروعة، في غاية المتعة. لازم نضاف ولو صفحة، لازم دائما إن شاء الله. نعم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها السماء صلى الله عليه وسلم. بالهمزية. المضرية عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض، كل الكائنات يجعلها صلاة على سيدنا رسول الله، فعرفت وصار الناس يتعبدون الله تعالى بها. هذه المحمدية طبعا كما تعلمون هي مرتبة على حروف الهجاء. محمد أشرف الباء، محمد باسط المعروف، محمد تاج اسم الله، فعلى أحرف الهجاء جعل مديح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كتب لهذه القصائد القبول ببركة ماذا؟ ببركة صحبة الصالحين الذين هم وراث سيدنا محمد رسول الله. فوراثة النبوة كما قال ساداتنا ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. وهذا أخذوا كما تعلمون جميعا حقيقة هكذا فقط يعني منكم وإليكم. كان سيدنا الشيخ سعد بن مراد رحمه الله يقول يعني أنا أقرأ ما في قلوبكم وأقول يعني الذي يعني أنتم صفحات وأنا أقرأ رزقكم. وحقيقة رأينا شيء عجيبا، رأينا في كل بلد وفي كل مجلس تتكلم الله تعالى يفتح عليك بشيء يختلف. هذا مو يعني حاجة إلهية من الموجودون هؤلاء يعني أحيانا نفس المادة أحضرها، هؤلاء الطلاب يأخذوها بطريقة، هؤلاء الطلاب يأخذوها بطريقة، نفس المادة رزق هؤلاء سبحان الله. فحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من صحب وراث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نالوا الوراثة الكاملة. كلمة وراثة النبوة المراد به كل ما جاء من هدي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس ربما أخذ أحكام الطهارة، نقول هذا ورث أحكام الطهارة، علم نبوي شريف. واحد أخذ أحكام الحيض والنفاس، علم نبوي شريف لكن جزئي هذا. وواحد ورث صفات الله سبحانه وتعالى، وواحد ورث الأخلاق النبوية، وهكذا كلها وراثة. لكن العلماء أطلقوا عرفا على الوارث الكامل من تحققت فيه شروط 4: العلم بالشريعة ولا سيما الفرائض العينية، المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته. وكلمة عارف بالله هذه لها معنيان: المعنى الأول معرفته بالله، يعني يعرف الله تعالى وكيف يخاطب الله في أوصاف الجلال وأوصاف الجمال وأوصاف الكمال، يعرف مقام الرب ويعرف كيف يخاطب الرب سبحانه وتعالى، هذا معنى. والمعنى الثاني أنه مسدد، فمعرفته بالله يعني ليس له معرفة إلا بالله. ولذلك وجدنا الصالحين الأولياء وجدناهم مسددين. من صفات المرشد الكامل مسدد. إيش يعني مسدد؟ تستشيره في أمر لا يمكن أن يخيب. ما رأينا واحد من الصالحين يعني سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله، كثير منكم يعني يعرفه وربما تقرأ به، ما استشرناه في أمر وأشار بشيء إلا
ويكون فيه الهداية، وهذا حقيقة. ومن خالفه وقع على أم رأسه. من خالف الشيخ في هذا، ولذلك كان يقول لنا إذا ما تحب تلتزم لا تستقيم. الشيخ مسدد، هذا التسديد من الله سبحانه وتعالى. فيأتي الرجل يقول للشيخ هذا يقول افعل كذا. واحد من إخواننا يعني جاء يستشير الشيخ في الزواج من فلانة، قال لا تتزوج، وكانوا يحبوها. طيب لكن ليش تسأل الشيخ؟ لا تتزوج، من طلاب الجامعة السنية. فراح تزوجها، فرضي الشيخ يعني اما تسمع الكلام او لا تسمع الكلام. فراح دعا الشيخ لحضور العرس، يعني شهاده يعني عجيبه يعني. المهم بعد حين ما دام معها سنه سنتين طلقها بعد. لا اله الا الله. طلقها، لم يحصل هذا. يحكي لنا شيخنا الشيخ علي جمعه عن الشيخ عبد الوهاب الحصافي.